السلام عليكم. بالنسبة للفضيحة اللي راهي دايرة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي كان البطل نتاعها وزير الخارجية نتاع المروك ناصر بوريطة، المقص الذهبي، أسد الدبلوماسية. شدني الطمع وبغيت نكون أول المتقدمين لخطبة بنتك غيتارين على سنة الله ورسوله، والمدونة تاع الأسرة الجديدة اللي درتوها انت والملك نتاع المروك، وراني قابل بها. بغيت نطلب يدها، ماشي غير يدها، بغيت نطلبها هي كومبلي بها، بالاموال اللي راك سارقها، بالعقارات، بالشركه اللي راك كاتبها على اسمها، والتي يقدر راس مالها ب 207 مليون درهم، ما يعادل 20 مليون دولار. اسم الشركه بالروميه، اسمح لي ما نعرفش نهضر بالروميه مليح، بصح الا مديت لي البنت دوك نشري القاموس ونتعلم نهضر بالروميه. اسم الشركه يسميوها امكان واتر فرونت، هكايا كان سيبي. بوريطة الناصر هو ما يلبسش لاكوست، يلبس الكوستيم بصح يعرف يخون الدراهم تاع السكان ما نزيدش نهضر على السكان الحوز، غير مدها لي. ماذا بيا انا تزيدهم في الدراهم، والاضحيه تاني ما نزيدش نهضر عليها، ما نزيدش نعاير العياشه. دير لهم البروسيات 5000 درهم، وزيد لم الدراهم ودير الشركات واكتبهم على غيتا زوجتي المستقبليه ان شاء الله. واذا تفاهمنا وقبلت بالعرض نتاعي، نهضر مع عمي تبون وعمي شنقريحه يجيو يخطبوها من عندكم بصفه رسميه، وبالمقابل ندير لها مهر شباب، نفتحوا لكم الحدود اللي راك تضل تنبح عليها، ونسهلوا لك عمليه ادخال المخدرات والجواسيس بلا ما تضل تحفر الانفاق وتتآمر مع الامارات ومع اليهود. يا وحده اليهودي ناصر بوريطه، اسد الدبلوماسيه، يخون هو بالكوستين. انا كي كنت نسمع لافوان تاعك كنت نشوف فيك الحياة، انا قلت هذا امبوسيبل حتى لا يقدر يمارس العادة السرية، يحشم حتى مروحه. النص تاع المروك ديتها، المروك درت لها كي الكاس تاع الجي وركبت لها الباي وقعدت تسب، كل شي ديته غيتها، بصحتك غيتها.